يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. النهارده هنعمل مع بعض كبد بالقوانص بطريقه حلوه قوي ولذيذه كمان. حضري بقى سندوتشات عيش فينو، سندوتشات عيش بلدي، هي ما تتاكلش الا في سندوتشات يا عيش فينو يا عيش بلدي. جنبها بقى سلطه خضراء، سلطه الطحينه، وزي ما تحبوا اكله تحفه تحفه تحفه. وكمان سهله جدا، تعالى اقولكم بتتعمل ازاي. بصوا بقى، ده الشكل النهائي بتاعها. هي كده اصلا استوت. ودي الطشه الاخيره. بنطشها كده. عايزه اقول لكم ريحتها بتقلب الشقه كلها، جميله جدا. وبجد بتودي كده طعم الكبد والقوانص في حته تانية خالص. غير اي طريقه بنعملها بالكبد والقوانص، لا مختلفه خالص. هي عايزه زي ما قلت لكم سندوتشات، جنبها بقى مخلل. هي اكله حرشه عامه، بس تحفه وسهله كمان جدا. بجد طعمها خيالي. بص شكلها عامل ازاي، بجد حلوه قوي، والطعم كمان تحفه. دي كل الحاجات اللي انا هستخدمها. طبعا انا هنا عندي كبد والقوانص، استخدموا الكميه اللي انتوا حابينها. انا هنا عندي نص كيلو من الكبد والقوانص، غسلته طبعا كويس وقطعته صغير. وهستخدم هنا بصلايه كبيره مبشوره، وفلفل اخضر قطعته برضو مكعبات، وطماطمايه بشرتها، وثلاث فصوص توم. هنا تقدري تضيفي فلفل حامي لو حابين الفلفل الحامي، هتبقى لذيذه جدا. في طاسه بقى على النار بنزل بشويه زيت. اول حاجه بنزل بيها هي القوانص. ليه؟ عشان القوانص بتاخد وقت في السوا، فبنزل بيها هي في الاول. واول ما توصل للون ده وتكون استوت ونزلت الميه بتاعتها كلها، بنزل فوقيها بالكبد، وببتدي اقلبها واسيبها هي كمان تنزل الميه بتاعتها وتدخل في السوا كده. واول ما بلاقيهم خدت لون كده والاقيهم كلهم خلاص استووا، ببتدي انزل بقى بالحاجات الحلوة بتاعتي. بنزل بيهم بقى بعد ما هما بيستووا كده، علشان ياخدوا الطعم. وكمان بيكون خلاص هما استووا، فالطعم بيكون مميز جدا، وبيبقى واضح البصل مع الفلفل، بيبقى طعمه واضح. اعمليها بنفس الخطوات اللي انا بعملها كده، والله العظيم اطعم حاجة بجد ممكن تاكليها، وسهلة جدا. بعدين بقى بنزل بالفلفل. طبعا هنا زي ما قلت لكم عايزين تضيفوا فلفل حامي، هتبقى حلوة جدا، بس احنا ما بناكلش الفلفل الحامي. دي كل البهارات اللي انا هستخدمها: معلقة بابريكا، ومعلقة سبع بهارات، وربع معلقة فلفل اسود، ورشة قرفة كده، ومكعب مرقة دجاج. بس كده، دي كل البهارات اللي انا استخدمتها، بهارات بسيطة جدا. ما نزودش في يعني اكتر من البهارات اللي انا حطيتها، علشان الطعم يبقى واضح. خلي بالكم البهارات الكتير قوي ممكن بتخلي الحاجة كده ملهاش طعم او طعمها بيروح. ومعايا هنا 3 فصوص توم، بهرسهم بقى بشوية ملح صغيرين. عشان خدوا بالكم احنا بنحط مرقة دجاج، واللي مش حابب يحط مرقة دجاج مفيش اي مشكلة. بجيب بقى اي طاسة كده صغيرة، بحط فيها شوية زيت، وبنزل بالثوم المهروس ده. واول ما يتحمر معايا بنزل ببشر الطماطم، بشر الطماطمايه. دي طماطمية كبيرة. وبقلبها كده بالشكل ده. واول بقى ما الاقيها كده بقت مع الثوم واتسبكت شويه، ما بتاخدش يعني 3 دقايق على النار، بنزل بقى بيهم كده على الكبد والقوانص بقى بعد ما خدت اللون الجميل ده. هنا لا بجد بقى عايزه اقول لكم ريحتها خطيره، بتقلب الشقه كلها اول ما بتنزلي بالطشه دي. فظيعه 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 بجد، حلوه جدا. جربوها مش هتندموا، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. جهزوا بقى السندوتشات، وبألف هنا وشفا.